السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، خاوتنا وأحبابنا وجيراننا وأصحابنا وأصدقائنا القدماء والجدد حيثما كنتم، حياكم الباري وحفظكم البخاري ثم زوجكم الحواري إن شاء الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ما شاء الله. الحمد لله، الله يبارك فيكم، والله لا بأس، ربي يبارك فيكم إن شاء الله أجمعين. تحياتنا لكم في كل ربوع الوطن، وتحية خالصة اليوم لخوتنا من شرفاء الجيش الوطني الشعبي، نحييهم تحية عسكرية متبادلة، اللي راهم اليوم واقفين في الحدود الجزائرية يدافعون على الثوابت والهوية. وندخل في الموضوع مباشرة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لا يجوز لحاكم ولا لعالم أن يفتي في مسألة حتى يفهم الواقع ثم الواجب في الواقع، بالمعنى العام بالدارجة الجزائرية. باش عالم من العلماء الربانيين، والحمد لله موجودين بكثرة في الأمة، ربي يبارك فيهم، يفتي في مسألة لازم يفهم الواقع ثم يفهم الواجب في الواقع. مثال: إنسان لما يقسم يحلف خطأ في موضوع، في حاجة معينة، عليه كفارة يمين، سواء إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. العالم اللي فهم الواقع يقدر يفتي الواحد بالصيام ويقدر يفتي الواحد بالإطعام، والفاهم يفتي دائما الميسور الحال اللي لا بأس به يفتي له بالصيام عقوبة له. شكون عنده الدراهم يقدر ماشي يطعم 10 مساكين، يطعم 1000. وفقير الحال يفتي له باش ينفق ويطعم 10 مساكين لأنه ما عندوش، باش ما يزيدش يجيب هذه الأيمان المغلظة التي يترتب عليها هذا الحكم. هذا باش نقربوا الفهم فقط، وباش نزيدوا نقربوا الفهم ونحطوه الواقع. اليوم هذا الكلام اللي متوجه للشرفاء، يعني يخرجوا جماعة الكيراتين والواي واي وهذو اللي معروفين، واللي يصطادوا في الماء العاكر، واللي يطبلوا غير معنيين بهذا الكلام. اليوم كلام للرجال، كلام للرجال والنساء اللي عندهم يعني صفات الرجال وما أكثرهن، ونحييهم بالمناسبة. ونحييه اليوم تحية خاصة المشاهدية الكرام اللي يتبعوني عبر قناة يوميات الجزائر، قناة اليوتيوب. يعني مشكورين، ما نقدرش نذكركم بالأسماء. كل تعليقاتكم الجميلة ربي يجازيكم. إن دل على شيء إنما يدل على فهمكم لواقع الأمة وحبكم للوطن. هذه تحية مني إليكم جميعا. باش نفهموا خاوتنا وش راه يصير اليوم بالصحراء الغربية، وخاوتنا الصحراويين المضطهدين المظلومين المقهورين منذ عقود من الزمن، باش ما يجيش واحد قرأ عنوان تاع كتاب ولا سمع مجموعة فتاوى في اليوتيوب ولا في الفيسبوك من عالم جليل ويجي يفتي في مواقع التواصل الاجتماعي بدون ما هو فهم الواقع. أنا نتمنى، وهذا نداء لعلمائنا في الجزائر وخارج الجزائر، في وقت العلماء الربانيين اللي أنا حضرت لهم
مثل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، والشيخ بن باز عليه رحمة الله، والشيخ محمد بن جبرين عليه رحمة الله، والمشايخ القدماء لما يجيهم تلميذ أو طالب علم يسألوا في سؤال على جماعة ما، كانوا هذا المشايخ يبعثوا الطلاب بتاعهم يروحوا المجالس هذا الناس، يشوفوا هل هذا الناس صح وش راهم يقولوا فيهم أو لا، ثم يرجع هذاك الطالب النجيب اللي خاف الله عز وجل يقول للشيخ في وذنه على انفراد: يا شيخ راني رحت لهذيك الجماعة وقعدت معهم أسبوع وشفت هذا الناس ما شاء الله منورين، يحبوا السنة، يحبوا كذا، يحبوا كذا. الشيخ يفتي من خلال واقع، أو يقول له: لا لا يا شيخ، هذو الناس يطوفوا على القبور ويعبدوا مع لا باليش كيفاش وكذا، وهو الدليل. الشيخ يفتي على واقع. اليوم وش راه يصرى في الحدود تاعنا؟ ماذا بينا طلاب أو تلاميذ مشايخ معروفين ومشهورين في الجزائر بدون ذكر أسمائهم، ربي يحفظهم ويبارك في علمهم إن شاء الله، يبعثون طالب علم يوقف مع العسكر مدة أسبوع برك في الحدود، في قاريطة، يأكل معاهم، يرقد معاهم، يشوف المعاناة ويشوف عن قرب ويسمع ماذا يحاك، وش راه صاري وراء الحدود. إلا قدر يقعد أسبوع راهو يعني من ما شاء الله، هذا إنسان يعني عنده عقيدة وعنده إيمان قوي. خاش كاين فرق كبير بين الواقع والمواقع، ونهار تفهم الواقع أخي الكريم تفهم وش صاري، ماذا يحاك، ماذا يراد بالأمة، تقول للعالم هو وش كاين، مش العالم يفتي، شي عالم قاعد في كرسي وبعيد عن الواقع الأمة، بعيد. نعطيكم مثال، شوفوا الناس كيفاش تنقلب على عاقبيها باش ندخلوا في الموضوع. نهار بدات الحرب في سوريا، ربي يحفظ خوتنا السوريين إن شاء الله، ودخلوا الدواعش والمرتزقة والدنيا قاعد دخلوها تما باش تكسر النظام السوري. وقف واحد من المشايخ عليه رحمة الله يسموه الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، ربما الناس بزاف تختلف معاه في أفكاره. وقف وقفة مع الحاكم ومد فتوى قال: أنا ما نخرجش على الحاكم، لأنه الشيء اللي راه في المقابل في الجهة الأخرى أكثر بكثير أو أخطر بكثير من الحاكم اللي راه يحكمنا. والناس تهموه وسبوه وخرجوه من الملة وقتلوه في مسجد وهو يلقي فيه درس عليه رحمة الله. بينما يفتي واحد آخر من قطر جالس على كرسي وشبعان من أموال الشيخة موزة والجماعة بقتل رئيس ليبيا معمر القذافي عليه رحمة الله وإباحة الدم تاعو. الناس تشوف فيه هذا هو القائد. وشوفوا كيفاش صارت وش صار ليبيا باش تفهموا باللي هذا الناس ماريونات يمشوا فيهم الصهاينة كما يحبوا. وضرب ليبيا لم يكن لضرب ليبيا كبلد، ضرب ليبيا كان استهداف للجزائر، ضرب ليبيا كان استهداف للجزائر. ولما الشرفاء في الجيش الوطني الشعبي تفطنوا لهذا فإذا بالقوم يتراجعون الوراء، قال لك اللعب راح على المكشوف. حاولوا بالتحراك، حاولوا بأمور كثيرة بالتشكيك في الرموز. ونأكد أنا اليوم نبقى واقف مع الناس اللي عندها مواقف ما تغيرش، إلا واحد الصنف اللي عنده استراتيجية وداخل في تيو داخل في مهمة، هذا نلتمس له الأعذار. يظهر لك شيء وهو داخل في مهمة، هذا النوايا تاعو يعرفها الله عز وجل. احنا نتكلموا على عامة الناس اللي عنده اليوم موقف وغدوه موقف واحد آخر، غير يروح يتفرج
رسم متحركة، الحرب تدق على الأبواب، وكانت حرب باردة منذ عقود من الزمان في الصحراء الغربية. والآن بعد ما المخزن المغربي كسر العهود والمواثيق تاع الأمم المتحدة وطلق الرصاص، يستناو الناس اللي يمشوا بالعاطفة، يستناو موقف العلماء يكون موقف دائما: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وينسى الشطر الثاني من الآية، مثل ما يقول: فويل للمصلين، ويسكت. كاين فرق كبير. شكون المصلين اللي الله عز وجل وصفهم بالويل؟ ثم تكمل الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون، إلى آخر الآيات في سورة الماعون. العقلاء أول شيء ينادوا للصلح، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا زوج مسلمين تخاصموا، الأصل الصلح. وزارة الخارجية تاعنا أصدرت بيان قريت لكم في أول أمس تندد بالأمور هذه كاملة ضد هذا الشيء. لكن أخي الكريم، إذا أنت طلقت الرصاص على ناس وتقتل فيهم وتستنى الناس تطبل لك، نقول لك أنت راك بعيد على الواقع. أخي الكريم، راك بعيد على الواقع، يعني بسنوات ضوئية. لو تكمل الآية: فإن باغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولما نتكلموا في الموضوع هذا باش نكونوا منصفين، خليونا نخرجوا الشعب المغربي الشقيق كشعب مسلم، نخرجوه من اللعبة، ما يدخلش الشرفاء. لأنه اللي ما يفهمش الواقع وما يقولش للمشايخ هوليك الواقع وش راه صاري، ما يقدرش عالم يفتي في هذه النوازل. لازم يكون في الميدان. ولما قلت لكم الفضيل بن عياض عليه رحمة الله من التابعين، كان عالم ومجاهد، عالم ومجاهد في نفس الوقت. عنده العلم وعنده البراتيك، مجاهد يعني في الصف الأولى. لما يفتي من خلال واقع معاش. تسأل الناس بصفة عامة عن النظام المخزني المغربي، حاشا شرفاء المغرب، يقول لك هذا الديبارتمون رقم 96 الفرنسية، سي لو ديبارتمون 96 فرونسي. إلى فرنسا فيها 95 مقاطعة تقريبا، هذه تابعة لهم. وإذا كانت فرنسا أم الخبائث اللي الشر كامل خارج منها وخارج من الصهاينة، وفرق كبير بين يهودي وصهيوني، لأن الصهيوني يقدر يكون مسيحي، يقدر يكون يهودي، يقدر يكون ملحد. الصهيونية مذهب لتقتيل المسلمين وتشريدهم وتمهيد لظهور المسيح الدجال تاعهم. أما اليهود قد تجد بعض الطوائف يحبوا القضية الفلسطينية ويدافعوا لها، موجودين الآن، ما يخلوهمش يتكلموا، ما يخلوهمش يظهروا في الإعلام. مالا أخي الكريم، اللي قريت عنوان في كتاب وتجي تثبط في المعنويات تاع الناس، انت اليوم ما راكش معني بالكلام. انت اليوم لو كان تسمع الرصاص والبلوط يصيح في الحدود، تولي تقول يما حزمي لي سروالي، تولي تجري في الرمل، ما على بالكش لا تروح منا ولا تدخل عند العدو ولا تروح عند الصديق، ما على بالكش. أنا أطلب من منبري هذا المتواضع أن المشايخ تفهم الواقع من المصدر، ومن بعد لما تفتي في قضية، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فهم الواقع ثم فهم الواجب في الواقع. الواقع يقول
أنه هذا النظام المخزني صهيو عالمي اللي يتحكم فيه بطريقة مباشرة مستشار الملك أندري أزولاي اليهودي، ما كانش فيه نقاش ولا ممكن ولا باباه وقيل راهم يقولوا سمعنا على حسب ما كانش واقع. إذا العالم الرباني يعرف هذا الواقع، معناه هذا الشعب مسكين، الشعب المغربي راه ماهوش محكوم من طرف مسلمين، راه محكوم من طرف صهاينة. يجي واحد يقول لك لا ما أقاموا فيكم الصلاة، هم مساجد مفتوحين. أنا في أوروبا مساجد مفتوحين، فرنسا بالك فيها المساجد أكثر من بعض الدول الإسلامية. هذا ما هوش دليل. احنا نتكلموا أنه لابد للعالم يفهم الواقع، ثم يفهم وش يجب، ماذا يجب إسقاط الآية والحديث على الواقع، باش الناس تفهم، باش المسلمين يفهموا. ولا راكو تستناو حتى تتفرقع الأمور باش يفهموا بعض الناس. الفتنة يشموها الناس اللي فاهمين الواقع، يشموها قبل ما تطيح. أما تاع المواقع وتاع منشور وتاع قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني، يا ودي تقول له انتوما، تقول الله انتوما في الماسنجر وفي الواتساب المحادثات تاعكم غير مع النساء، جاي تحكي لي انت على القضية والثوابت، تقول الله انتوما راكو قاع تكونيكتيو من الجزائر وقاع معروفين. خلوا البربغطاه وخلوا الرجال تهدر في الميدان. الحرب راهي على الابواب، سما لا كنا ماناش مستعدين للحرب. كلانا فوكس حاولوا بالتحراك ما مشات لهمش، حاولوا بالماك ما مشات لهمش، هذه في الداخل. حاولوا بالبانان، حاولوا بالكاشير، حاولوا مع جماعة الواقف، حاولوا بالأحزاب السياسية المدسوسة، حاولوا بالخوارج جماعة علي بالحاجي كومباني، حاولوا بكاع هاد الناس بشتى الطرق حتى يئسوا من صلابة وقوة الجيش الوطني الشعبي. يأسوا، صح، يأسوا، يئس القوم. حاولوا يضربوا هذا بهذا، وحنا قلنا لهم تجي الشعب خاوة خاوة، ولاد فرنسا مع الخونة دايرين لي بروفيل اليوم تاع القايد صالح الله يرحمه، وهما خونة إلا من رحم ربك، باش ما نظلمش الناس اللي دايرين صورة القايد عليه رحمة الله رمز. نقول لكم واش راه صاري حقيقة في المواقع. واحد داير لك صورة تاع القايد صالح، واحد داير لك صورة تاع هواري بومدين الله يرحمه، واحد داير لك صورة تاع تبون، الاخر داير لك صورة تاع شنقريحة. شوف السموم اللي يكتبوهم هذا الناس. واحد داير لك اللوغو تاع لالي الدستور، هو اصلا ماهوش جزائري، اصلا ما راهوش جزائري، وطايح لك في الصف ويطبع فيك ويغسل لك في مخك، والله ما راك فاهم كامل نهائيا. ويذكر لك المشايخ واسم الشيخ وما شاء الله. كاين ناس تكذب صدقوني، يكذبوا على المشايخ الاحياء والاموات، يقول لك قال الشيخ الفلاني وما كاش منها كامل. ما نغطوش الشمس بالغربال. الشعب الصحراوي محقور ومظلوم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله راحت لي الآية في سورة الحج، ولولا دفع الناس، نلقوها بإذن الله عز وجل. الناس خاوتكم الصحراويين، خلوني نفتش على الآية فقط لأنه كلام الله عز وجل. خاوتكم في الصحراء الغربية مقهورين ومظلومين ومحقورين ومهمشين من طرف مجموعة صهيو مخزانية
تتكلم باسم الشعب المغربي المسلم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الآيات في سورة الحج. سامحونا. بارك الله فيك محمد الأمين على تذكيرك الآيات، ربي يجازيك. فهم الواقع ثم فهم الواجب في الواقع. وهذا الفتنة راح تسقط أقنعة كثيرة، تسقط أقنعة كثيرة كما سقطت في الداخل راهي تسقط في الخارج. والهدف هو ضرب العمود الفقري للوطن وهو الجيش الوطني الشعبي. رسالة لجماعة زيطوط ورشاد وحاتم المطيري، نقولوا له الجزائر موقفها ثابت، الجزائر موقفها ثابت، ما راهوش من اليوم، ما راهوش من اليوم. احنا شاركنا في حرب اكتوبر 73 ضد الكيان الغاشم، وما زال الناس الآن على قيد الحياة مثل فريق شنقريحة ربي يبارك فيه. ومواقف الرجال لحد الساعة ثابتة ثبوت الجبال. باش تظنوا باللي الأمور جات هكذا بين ليلة وضحاها ما راكوش فاهمين لا في الجيوبوليتيك ولا في الدين ولا في أي شيء. فهم الواقع ثم فهم الواجب في الواقع. مدام الرئيس عبد المجيد تبون ربي يشفيه ويبارك فيه يطول في عمره إن شاء الله قال هذا الكلام، نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة في الجزائر، في وسائل الإعلام اللي يسمعوها قاع الناس، في هيئة الأمم المتحدة، نهار الدنيا قاع طبعت مع إسرائيل. اسمها مش حاجة جديدة، يعني الجزائر مستهدفة ماشي حاجة جديدة، هذه حاجة قديمة وموقفنا باين معروف وضوح الشمس. وكي يجيك دركا بوق بريطانيا كان يتكلم واحد الوقت على الإمارات والجزائر والإمارات. احنا الجزائر كانت عندنا مصالح مع الإمارات وكانت عندنا صفقات مع الإمارات قبل ما يطبعوا مع إسرائيل على العالم وقبل ما يديروا سفارة تاعهم في العيون. الجزائر سيدة دولة مستقلة ما كاش اللي يحركها ولا يمشيها. اليوم عندي معك صفقة غدوة تخون نجبد روحي عليك مباشرة، نجبد روحي عليك إلا مازال معاك كاش كونطرا نكملها ونجبد روحي عليك في أقرب وقت باش ما يقسنيش الخبث والخيانة تاعك. الناس اللي ما راهيش فاهمة الواقع، الحرب في الصحراء الغربية المراد منها الجزائر، لعبوا كل أوراقهم وفشلت الأوراق تاعهم، باءت بالفشل. واليوم يتضح أكثر من يوم آخر هذا العدوان العالمي يحاول يكسر الأمة وكسر جيوش في منطقة الشرق الأوسط مثل الجيش العراقي والجيش السوري والليبي، كسروهم الداخل بالخونة والمرتزقة. ولما وصلوا للجيش الوطني الشعبي الجزائري اللي يحمل كامل الولايات الجزائرية ما قدروش، لقاو العقيدة الصحيحة، ما لقاوش الناس تكتب منشور في الفيسبوك. أنا نتحدى هذا القوم اللي يستعملوا العاطفة وجايين بعقلية الأخوة، المقام لا يقتضي هذا، مع احترامي الشديد لكم.
كاين فرق كبير بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الدعوة لين وحكمة ومحبة ورحمة وهدية. قل ما بدلك تستعطف إنسان باش يدخل في دين الله، دعوة. وزير الشؤون الدينية مد هدايا لوزير الداخلية، دعوة. مقام دعوة، مقام دعوة. واحد الملاكم نصراني من أصول أمريكية في أحد الزيارات للمملكة العربية السعودية كرموه، عطاو له مصحف مترجم المعاني باللغة الإنجليزية كهدية، حطوه في الرفوف تاعو مثل التحف اللي عنده. دعوة. ويمر الزمان وهذا الملاكم يتقاعد ويكبر شوية في السن ويروح يراجع، يشوف البيبليوتيك تاعو والتحف تاعو، وجد هذا الكتاب وتذكر منين جاه الكتاب، وفتح الكتاب وبدأ يقرأ في الكتاب وأعلن إسلامه. مقام دعوة الأثر تاعو يجي ولو بعد حين. لكن مقام الجهاد، مقام الجهاد مقام غلظة، مقام غلظة، مقام رجلة، مقام مواقف، مقام افونسي، تقدم الى الامام. اروح انا نحرص عليك، انا ندير لك الطريق. هذه هي الرجلة وهذه المواقف. فهم الواقع. أعيد وأكرر، كاين الناس راهم رايحين يقضوا عليهم، مسلمين كيما انتوما، شعب حب يقرر مصيره. خاوتكم الصحراويين مسلمين ما عندهمش طوائف، قال هذا شيعي وهذا مسلمين موحدين مظلومين ومقهورين. وكثير من الشرفاء في المغرب الشقيق عارفين هذا الشيء، لكن مساكن مقهورين. قهرهم المخزن وقهرهم المخبط والضرب والتهميش والسجون. أنا لما درت نداء للشرفاء باش يقولوا للمخزن لا، عبروا قولوا رانا رافضين هذا الشيء، هذو خاوتنا. قال لك واحد راه يحرض فيهم باش يخرجوا على الحاكم. وشكون الحاكم يا بنادم؟ شكون الحاكم اصلا؟ شكون يحكم فيهم هذا الناس؟ امير قطر، امير الامارات، شكون يحكم فيهم؟ اندري ازولي، شكون يحكم في هذا الناس؟ ما تخلوناش ندخلوا دركا في خصوصيات المالك هذا تاعهم. معروف الخصوصيات تاعو، معروفه السلاله تاعو معروفه. روحوا شوفوا التاريخ، انا ما نهضرش هكذاك، روحوا شوفوا التاريخ الحقيقي تفهموا. هذا الناس اللي ما رايش فاهم الواقع وتجي تستعمل في العاطفه. قلنا لكم في لقاءات ماضيه العواصف لا تقابل بالعواطف، العواصف لا تقابل بالعواطف. مواقف الرجال هي الصح الآن، سواء في المدنيين أو في العسكريين أو في الخارج. المواقف ما تبدلش. وقلنا لكم في عناوين ماضية لا خوف على الثوابت والهوية ما دامت القيادة منبرية، وأنا أعي ما أقول. ونهار جاء الاستفتاء على الدستور بدأوا يسقطوا الأقنعة. مانيش نحكي على جماعة نعم وجماعة لا، أنا نحكي على الخونة اللي بان المشروع تاعهم وبانت لاجوندا تاعهم، بانت حقيقتهم وسقطت الأقنعة تاعهم. اللي ما يوقفش مع الجيش تاعو اليوم ويأيدوه هذا ميؤوس منه، واللي يدير الفتنة اليوم بين الجزائريين هذا ميؤوس منه، ما نسحقوش.
ما نسحقوش أصلا، هذا ما يجي معنا لا في الصفوف الأولى لا في الصفوف الأخيرة. هذا مهزوم، هذا مهزوم، هذا عايش في المواقع. والله أدرى بما أموره الخاصة، أمور يندى لها الجبين. ناس شبه ملتزمين، مع احترامي للملتزمين الحقيقيين، قاعد يتشاطي مع النساء في الماسنجر وفي الواتساب وينحي في حوايجه على العالن. هذا ينصر قضية اليوم، هذا ينصر قضية اليوم. لما تبعث له مرة صداقة برسالة صداقة مباشرة يروح عقله للجنس مباشرة، ما عندوش فكر واحد آخر، خاصة اللي كانت أجنبية ما عندوش فكر واحد آخر. قال ندعوها للإسلام، خلاص انتهى الأمر، لا عقيدة لا ثوابت لا يديك لا يجيبك. يبدأ يدعيها مباشرة، الأمور معروفة. رسالة لزيطوط ورشاد ومنظمة الكرامة وجماعة حاتم المطيري، هذو راهم كاع معاه دركا مع المخزن على كل حال، ياكلوا معاه كيما غاني مهدي وعبود هشام عبود اللي دار لهم رسالة صوتية من واحد المستشفى، قال يا ودي أنا مريض وما نقدرش ندير لكم الصوت والصورة لأنه كاين معدات طبية ممنوع نصوروها، والناس تبلع. روحوا شوفوا الناس دايره لايف من المستشفى عادي جدا، من سرير تاعو يوجه رساله للمتابعين تاعو والسيروم في يده عادي جدا. قول لهم خفت يعرفوا لك في الغرفه الفلانيه، هذا الشيء اللي كنت خايف منه نتايا. ونهار ربما خرجت من المستشفى ربط هذاك التسجيل حطيته، قال راني مباشره المستشفى، ودك تراتر وتولي تشيت المخزن عادي معروف جدا. هذه الرسالة لهذوك الجماعة. احنا كانت عندنا صفقات مع الإمارات قبل ما يطبعوا، أمور تاع بزنس نورمال، سلاح وأمور واحدة أخرى تاع بزنس. أما الآن طبعوا مع هذا الكيان، نجبدوا روحنا. ورسائلنا واضحة وضوح الشمس، وضوح الشمس في ضحاها، ما كاينش حاجة واحدة أخرى. ورونا رئيس يتكلم بهذا الفصاحة نورمال، نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة، باش نغلقوا يعني افواه هذا الناس اللي تصطاد في الماء العاكر. الهدف من الحرب في الصحراء الغربية هو الجزائر، وحبوا يستدرجونا، لكن نقول لهم هيهات 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 هيهات. الجيش الشعبي الوطني هارب عليكم سنوات ضوئية في كل حاجة. اليوم بالمناسبة نعطيكم واحد المعلومة حصرية باش تعرفوا باللي هذا المخزن الصهيوني اللي موجود في المغرب يشتروا لي درون، طائرات هذه لي درون المعروفة، وما عندهمش حتى اللي يقودها، جايبين إماراتيين يقودوا في لي درون باش يرموا بعض المتفجرات على خوتنا الصحراويين. وعندي صورة تاع الدرون مضروب مكسر، وجماعة إماراتية هاربة في كات من نوع باجيرو كحلة. هذه حصرية ليكم الشرفاء، هاربة في الصحاري. باش تعرفوا واش يسوى الجيش تاعكم. وهذا الشيء خارج حدودنا، احنا غير نشوفوا واش راه صاري، ما ندخلناش، احنا نحافظوا على الحدود تاعنا برك. عندنا أجهزة تتلقط هذه الأمور، لأنه عندنا حدود مع الناس هذو. ولما اليوم دارت الجزائر مبادرة إنسانية وبعثت طائرة فيها الماؤونة والمعدات الطبية لخوتنا الأشقاء الصحراويين، تسمع في التعليقات تاع المهزومين، لأن أشك في جزائريتهم أصلا وفي إسلامهم أصلا. قال لك حنا جيعانين وما ينبعثوا له، انت غدوة نقدموا بك الصفوف. أين أنت من قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ الأخراني في الجزائر يأكل 4 مرات، الأخراني شبعان ولو كان بالخبز والماء، الراس في السماء. قال له احنا ما عندناش ويمدوا له. هذه الناس مهزومة، ما تسنوش منها الخير. حاسد المسلمين في حرب من أجل شوية ماكلة،
باش نقرب لكم الفهم، وشويه دواء الاحمر شويه القطن. حاسدهم قال لك حنا ما عندناش. هادو جماعه رشاد، هادو جماعه زيطوط، هكذا يفكروا. واللي راه يقول الدستور علماني، هذه الرسائل اللي ليك انت كذلك، انت ليك هذه الرسائل. الدستور حبر على ورق، وقلتها مرارا وتكرارا، والهدرة في الميدان، الهدرة في الميدان. دستور حبر على ورق والهدرة في الميدان، والمواقف الرجولية تبان في الميدان. اسمع، ديروا حكايتكم في صاشي وروحوا تروحوا. من المفروض الأزمات تخلق رجال، أزمات تخلق رجال. ما كاش واحد عنده عاطفة زيادة على الآخر، ولا غيرة على الدين زيادة على الآخر. فهم الواقع ثم فهم الواجب في الواقع. ماذا بينا واحد من المشايخ يروح للنقطة الأولى قاع في الحدود، يقعد في ثكنة ويشوف، ولما يرجع البيت والمكتب تاعو يصدر فتوى في المستوى، فتوى من الواقع، ماشي فتوى من الكتاب، فتوى من الواقع. كي تكون في الواجهة ويقولوا لك الرجال صاري، ويقربوا لك الفهم، ويعطوك بعض المعلومات السرية بين قوسين، ما يتعمقولكش. يقول لك واش كاين واش كاين. الجزائر مستهدفة، هاي الخطة هم واش داروا، هم واش داروا، هم واش داروا، حاولوا هنا حاولوا لهي، حرقوا لنا الغيب. يعني يلعبوا كاع اوراقهم. تسمى بقى دركا وقت البلوط، تتعدى حدودك ينتهي وجودك. وهنايا الاستدلال بالشطر الثاني من الآية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ترجع للطريق الصحيح خلاص. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. أما تقول لي انتايا الشطر الأولاني بعاطفة جياشة في قلبك، كأنك تقول فويل للمصلين وتسكت. لا لا أخي الكريم، يقول لك النوازل للعلماء. نهار يكونوا العلماء في الميدان يفهموا النوازل. يعني ذكرنا لكم من الناس كانوا يشوفوا فيهم ناس علماء أفتاوا بقتل القذافي عليه رحمة الله على المباشر، وافتاوا للربيع العربي، ودخلوا الأمة في حيط. ونهار الشيخ البوطي يا ربي يرحمه اتخذ موقف انه يقف مع الحكم تاعه، وشاف انه الان الضرر اللي جاي من الدواعش اكثر، قال لك هذا شيعي ونصيري وما على بالش كيفاش واخوانجي، ما خلاولوش. اختلف معه وين حبيت، تاخذ موقف من خلال الواقع ثم فهم الواجب في الواقع. انتم وراكم اليوم. انا كنت نستنى الناس الملتزمين يكونوا اليوم في الميدان، اليوم يروحوا يتجندوا ولا يترابلاو في الجيش إلا كانوا عقبوا الجيش من قبل. يقول ما رانا هنا نهار تسحقونا، رانا هنا. هذه الرجلة. الدنيا راهي في حالة تأهب، الناس تموت، القتلى والجرحى، وكله تعتيم، وفي تعتيم من الإعلام المخزيني. وتجي انت تقول لك خاوة وما انا باليش كيفاش، شغل كأنه راح يحكم فيهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذوك الناس يكونوا فاهمين شويه، يكونوا فاهمين الواقع. اسرائيل ما راهيش في تل ابيب، راهي قدامنا في الحدود. هذيك هي اسرائيل. انا كنت نهضر بالشرات واحد الوقت ونقول بنو قينوقاع وبنو القريظه وبنو، كنهضر لكم طاي مباشره صاي. تقول الحق المصل الاعظم. الناس تعدات على حرمات الصحويين وكسروا الاتفاقيات كاع تاع الامم المتحده، ومانيش انا نهضر حتى شهاده من اهلها. انطوان غوتيريس حتى هو صرح باللي المخزن كسر العلاقات وماشي من حقه يدخل بهذه الطريقه هذه الدمويه.
والا انا بالي بيه كاين شرفاء في المغرب وما اكثرهم مساكن مغلوبين على امرهم لا غالب، باش ما تصطادوناش في الماء العاكر. فرق كبير بين الشعب المسلم المظلوم المقهور اللي يعاني الويلات وبين ديبارتمون فرنسي يحكم فيه. ديبارتمون فرنسي يعني الرباط تعتبر ديبارتمون فرنسي، مقاطعة فرنسية، حبة من حبة وكره من كره. هذه الحقيقة. العاطفة في وقتها، العاطفة في مقام الدعوة. نهار تروح تدعي إنسان للإسلام تتودد له وترتب له وتقول له الكلام الطيب وتفرش له وتعطيه الهدية، صح انت تحوس على قلبه يهتدي. أما اليوم المقام مقام جهاد، مقام الجهاد ما فيهش العاطفة، فيه الشدة. ثم يا غالب يا مغلوب. ونهار الشرفاء في الجيش الوطني الشعبي كلموا المواطنين بمشروع الخروج خارج الحدود، جاوا الأبواق زيطوط والجماعة يقول لكم راح يقتلوا ولادكم. هاو الآن التاريخ يبين الكذب تاع هذا الناس. ثم ماذا بينا احنا نكونوا التم، ما نسناوش يضربونا الناس. إذا كانت مجموعة من الإرهابيين ولا المهربين ولو خارج حدودنا عندنا الحق نروحوا نضربوهم تما، ما نخلوهمش الفرصة باش يدخلوا ولا يقربوا للحدود. انتهى الأمر. جات سوخوي في الليل وضربتهم، ما على بالهمش منين جات ومنين خرجت ومنين ولات في الليل. إذا الليل أرخى سدوله، ما يبانوا الأسود. فهم الواقع ثم فهم الواجب في الواقع. الواقع اليوم يقتضي الالتحام، كونوا مسوديين بياسة واحدة. الواقع اليوم يقتضي صح الجيش والشعب خاوة خاوة. ما لا شرينا الحديد هذو باش نديروا بهم سيلفي، ندير سيلفي مور الشار انايا ولا مور السوخوي. هذا هو الوقت، هذا الشيء هذا الوقت. قلنا لكم باللي الجزائر مستهدفة ماشي من اليوم، ونهار حتى بورقعة الله يرحمه قال انه الجزائر مستهدفة، واحد ما زاد هضروه لا في الاعلام لا في جماعته، صاي ما زادوش هضروه كاع، ما خلاوش يهضر. فهم باللي صح الجزائر مستهدفة. اليوم انت اخي الكريم ولا المعارض بين قوسين، اذا ما وقفتش مع الدولة تاعك من اليوم مع من راح توقف؟ توقف مع المخزن، توقف مع اليهود، توقف مع الصهاينة، مع من توقف؟ هذه المواقف. مع من توقف؟ مع من توقف؟ هنا يبان الشريف ويبان القناع الحقيقي اللي يسقط. مع من راح توقف؟ عم بالكم شغل هدرة يحسبوا كل شيء خفيف غير اجي وصدم. درك البلوط راه يهدر، البلوط الكبير، البلوط الكبير صواريخ نهار تحت الظلمة تشوف غير الضوء، راه يهدر في الميدان. ماشي قال حكايات ورانا نسمعوا وقالوا لنا وعلى حسب ما راهم يقولوا ومن مصادرنا الخاصة. راه باين الشيء راه في الميدان. لولا التعتيم تاع الاعلام تاع هذوك القوم، شكون مانعين الصحافة تدخل تصور، مانعين الصحافة العالمية تدخل تصور الحقائق. ما كاش واحد يزايد على الاخر لا في الوطنية ولا في الدين. الهضرة في الميدان. قعدتوا في باقة ورود حطها في الاخر في مقام الشهيد ولا حطها في مقبرة سنتوجان، وقعدتوا في وزير الشؤون الدينية عطى واحد الكتب لوزير الداخلية الفرنسي، قعدتوا تما هذيك وهذاك، وقعدتوا في الدستور العلماني قعدتوا تما. نهار يبدا الصح تفهم باللي الدستور حبر على ورق، هذه ديها من عندي، فهمت؟ نهار يلحق الصح تفهم باللي الدستور حبر على ورق، قابل للتعديل، قابل للتغيير، قابل لكلش. خاش نهار الجندي يتقدم ما راحش يقول باسم الدستور، يقول بسم الله والله اكبر، فهمت؟ هايكم في الصفوف الاولى ما راحش يحلف على الدستور، يحلف على كتاب الله،
كما حلفوا الشرفاء من قبل، يحلفوا على كتاب الله عز وجل. اليوم وقت الالتحام، اليوم وقت صح جزائري، الشعب والجيش والشعب خاوة خاوة والشعب خاوة خاوة، هذا هو الوقت. يجي واحد شبعان رقاد وداير الكيراطين وملقط حواجبه ويطايح لي في الواي واي والهاي هاي وما على باليش، واحد في عمره 20 سنة قرا عنوان تاع كتاب جاي يحط لي في اقوال العلماء في منشور واتق الله ادي اتق الله انت، يا خلي البربغطا، خلي ربي راه ساترك، اتق الله انت، ربي راه ساترك يا اخي. راكو قاعد تكونيكتيو من الريزو تاع الجزائر وراكو قاعد تشوفوا واش كاين. المهم خاوتنا، مانيش حاب نطول عليكم، انا ننصحكم تكونوا منصفين. وقت عاطفة عاطفة، وقت سيريو سيريو. الشعب المغربي الشقيق خاوتنا وعمرنا نسمحوا فيهم، مسلمين عمرنا نسمحوا فيهم. حنا رانا نتكلموا على نظام صهيوني يتحكم في خوتنا المغاربة، هذه الحقيقة المرة، حبيتوا ولا كرهتوا. عندي أصدقاء مغاربة وما شاء الله ملتزمين في أوروبا، وعندي أصدقاء صحراويين من بينهم واحد حج معايا في سنة 2011، يعني أنا وياه نمشوا كيف كيف، مشينا للمدينة كيف كيف ورجعنا من المدينة وجينا لمدريد كيف كيف في طائرة واحدة، ونعرف المعاناة تاعهم من الداخل. نحييو أخونا عبيد، نعرف المعاناة تاعهم. كيما احنا عندنا في الجزائر بعض الناس رضعوا لهم في البيبرو عقيدة الانفصالية وعقيدة الماك، كاين بعض المغاربة من اللي زاد هو يسمع في البوليزاريو انفصاليين، من اللي زاد هو يسمع في هذه الهضرة حتى صدقها، ومن بعد كي يبدا يشوف الواقع يفهم. كيما هذاك الضابط اللي راه يتكلم من الخارج، ضابط مغربي كان في القوات الجوية، سمعوه واش راه يحكي، يعرف واش كاين في قلب الحبة تاعهم. قال انا كنت من الناس الاوائل اللي كنت نحارب تما، لما اتضح لي الامر باللي حنا رانا عدوان ورانا نظلموا في الشعب الصحراوي جبت روحي، لقيت فرصه مشيت، اقل شيء برأ ذمته امام الله عز وجل. يجيك واحد يخونك والاخر يسبك والاخر ما واش يقول، لانك ماكش متفاهم معاه في عقليته، ماكش معاه في الهوى تاعو بارك، ما يفهم، ما يقرا بين السطور، ما على بالو لا استراتيجي بوليتيك، ما يعرف الجيوبوليتيك، ما يعرف ما يحاك وراء الكواليس، ماهوش عارف باللي لازم نهار يجيك وزير ولا تروح كاين بروتوكولات دبلوماسيه، لازم تتبسم، لازم تسلم، لازم كاين امور. نهار تحب توصل رسائل توصلها، نهار تحب دير طابي ديرو، تحب تنحيه تنحيه. لي زيماج سوبليمينال يسموهم بالفرنسيه. يبقى الناس في شفتوا واش دار، او لابس قمجه زرقاء، لابس كرافطه بيضاء، قاعدوا الناس في هذه المظاهر، والواقع راه الدق في الواقع. هذا الدق يراد به الجزائر، يراد به الامه، فهمتوا؟ تراد به الامه الاسلاميه، ماهوش هضره تاع فيسبوك وهضره تاع دراري. ونشرت لكم في الصفحه اليوم واحد اخ فلسطيني يعرف قيمه الجزائريين ويعرف قيمة الجيش الوطني الشعبي، نشرت لكم وش قال، وسمعتوا الرسائل تاع الفريق شنقريحة اللي ربي يحفظه ويطول في عمره وشارك في أكتوبر 73. سمعتوا الرسائل تاعو، تعرفوا معناها الجيش، تعرفوا باللي الدستور هذا حبر على ورق، قاعدوا غير في الدستور والمادة هذه والمادة، يا ودي المادة في الميدان، مادة في الميدان، البلوطي هدر في الميدان. رسالة تاع اخونا الفلسطيني نقراوها لكم ان شاء الله. واش تقول الرسالة تاع اخونا الفلسطيني؟ قال طلبوا من الجزائر التدخل في تقتيل أطفال اليمن، رفضت الجزائر. طلبوا من الجزائر
التدخل في ليبيا، رفضت الجزائر. طلبوا من الجزائر تصنيف حركة حزب الله كحركة إرهابية، رفضت الجزائر. طلبوا من الجزائر التطبيع مع الكيان الصهيوني، رفضت الجزائر. لكن عندما تخلى العرب عن الشعوب المستضعفة تدخلت الجزائر فانتصرت لفلسطين ظالمة أو مظلومة. وحتى إن كانت ظالمة، يعني فانتصرت لفلسطين مظلومة حتى وإن كانت ظالمة. وعندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي وتخلت عنها دويلات البترو دولار، تدخلت الجزائر بجيشها وأموالها ووقفت إلى جانب الشعب المصري في حرب أكتوبر بجيشها وأموالها، ووقفت إلى جانب الشعب المصري. وكان الطيران الحربي الجزائري أول طيران حلق فوق سماء تل أبيب. وعند بداية تأسيس الدولة الموريتانية تدخلت الجزائر ونشرت جيشها على طول الحدود الشمالية الموريتانية حتى لا تتمكن فرنسا من الهجوم عليهم. وأممت مفرمة ومحت الديون عن الشعب الموريتاني حتى يتسنى لهم تأسيس دولتهم وأن ينعموا بالاستقلال. هذه هي الجزائر اللي ما تعرفوهاش انتم. احنا ما ندخلوش في شؤون الداخلية تاع الناس، لكن لما نشوفوا ناس مظلومة ومقهورة ومحقورة لابد لكل شريف مسلم أن يدلي بدلواه. والإعلام هذا منبر أعطاه الله عز وجل للناس، اللي أعطى لهم ربي علم ولا حكمة ولا يفهموا في السياسة ولا يفهموا في أمور باش يستعملوه. لو كان كل ملتحي ملتزم عنده شي علم يدير لايف يوعي الناس في الدين فقط سيدي، ما تكناش في سياسة، دير مواعظ. كل ما يدخل واحد يلقى بو لحية يهضر، يدور يلقى بو لحية، يدور يلقى بو لحية، ما عندوش الاختيار يسمع. بالك يتوب واحد على يدك، انت جابد روحك كاع شغل ماكش عايش معانا، شغلك عايش في كوكب واحد اخر. ولما واحد يتكلم تجي انت باش تسقطه وتحوس روحك على يعني غلطة ولا زلة باش تسقطه وتجيب كوبي كولي وتحط. ماذا بينا مشايخنا، وهذا نداء واحد اخر ونختموا به، تقربوا من الجيش الوطني الشعبي قبل ما تفتوا للناس. تقربوا وسمعوا الواقع، سمعوا الواقع، يعطوكم بعض المعلومات على الواقع وابنوا على هذا الواقع فتواكم. وحرضوا الشباب باش يوقف مع الجيش، حرضوا الشباب باش يوقف مع جيشهم، باش يتجند، باش يتسبل، باش يروح يعقب الخدمة العسكرية تاعو. وحرضوا طلابكم وتلاميذكم لهذا الشيء. الحرب العالمية الثالثة راهي بدات ماشي اليوم، وما كورونا إلا نموذج منها، باش يدخلوا الناس للديار ويبدا الدق من بين الحروب ومخططاتهم باش يقيسوا القادة بهذا الفيروس هذا، باش يخلوا لهم الجو، باش يميتريزيو الحالة، لأنه يكون الشعب برا ما يقدروش، يخافوا. فهموا الواقع ثم فهم الواجب في الواقع. لا بد تفهم الواقع أخي الكريم قبل ما تسقط آية وحديث، لازم تفهم الواقع، لأنه فهم الواقع الآن راه صار فرض عين على كل عالم، وأنا لست أهل هذا الشيء. العلماء لازم يفهموا الواقع ومن بعد يفهمون الواقع ويوجهونا، ماشي كوبي كولي، ماشي عاطفة، ميدان. ربي يجيب الخير إن شاء الله خاوتنا. المهم الجزائر بخير والحمد لله، وكل من شكك في الجزائر وفي دولتها راه الآن يبان على الحقيقة تاعو، يبان في القريب العاجل. الرئيس تبون يستعاود يرجع إن شاء الله للمهام تاعو، وتشوفوا باللي ما كاين والو. الفريق الأول بن علي وتبون خاوة، وشنقريحة وتبون خاوة، وقايدي وتبون خاوة،
قدوم وتبون خاوة خاوة، والزغماتي وتبون خاوة خاوة. انتوما برك اللي راكم ميتين، وموتوا بالقنطة تاعكم، وموتوا بالكره تاعكم. الأوتار اللي راكم تلعبوا عليها معروفة، موتوا بغيظكم. كان معكم أخوكم أبو سلمى الأندلسي في هذا اللقاء الشيق والمثير. دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.